في نهاية عصر نياندرتال، ثورن ولع نار في الكهف علشان العيلة يبقى عندها مكان دافي تقضي فيه الليل. بعد ما العيال ناموا، ثورن ومراته الحامل هارا عملوا حاجات مش كويسة في ركن من الكهف. الصبح ثورن راح البركة علشان يجيب شوية محار، وهو بيحاول يطلع على شوية صخور اتزحلق ووقع. جسمه كان موجوع قوي من الوقعة، بس الحمد لله عاش. في الكهف ثورن مش بيبطل كحة، وهارا قلقانة قوي على الكدمات اللي فيه. اليوم اللي بعده ثورن لسه بيكح، بس ده ما وقفوش عن البحث عن الأكل. في الآخر بقى ضعيف قوي وما قدرش يكمل، فهارا رجعته للكهف. باقي اليوم ثورن كان بيرتعش من الحمى بس. عيلته اديتهوله خلطة أعشاب يشربها بس ما جابتش نتيجة. صدره لسه متكدم، فهارا عملت جرح وصرفت شوية دم منه. بعد كده غطت الجرح بالأعشاب. ده أخيرا هدى ثورن. بعد شوية ثورن لسه بيرتاح. هارا قلقانة على بقائهم، فحاولت تعلم بنتها لارك إزاي تولع نار. الموضوع خد كذا محاولة لحد ما نجحت. لارك فرحت قوي وجريت على الكهف علشان تولي أبوها اللي عملته، لكن اكتشفت إن أخوها الصغير مات. ثورن أخيرا خرج من سريره علشان يدفن البيبي، ومراته دخلت في حالة انهيار. في الليلة دي هارا لسه مصدومة. ثورن عمل شوية لون من النباتات ووجه إيد هارا علشان تسيب بصمة على جدار الكهف. بعد كام يوم مية هارا نزلت وهي ماشية في الشارع. لارك رجعها للكهف، لكن ثورن خلاها تستنى بره لحد ما أمها تولد. طفل سليم اتولد، بس هارا كانت ضعيفة جدا بعدها، ومع مرور الأيام هارا فضلت تعبانة. في الآخر ماتت وثورن دفنها جنب طفلهم. في الليلة دي حط بصمة إيده على الحيطة. بعد فترة ثورن قدر ينحت فلوت صغير وبدأ يعزف عليه لأولاده. بعد ما فكر شوية أعطى عقد هارا للارك. لما خرجوا من الكهف يدوروا على أكل، اتصدموا لما لقوا ناس تانيين في المنطقة، فاختبوا بسرعة واستنوا الناس يمشوا. لكن بالليل الناس دول لسه موجودين. ثورن جمع حاجاتهم وقرر يمشي مع أولاده. تاني يوم العيلة اكتشفت إن في حد بيتبعهم، فحاولوا يمشوا أسرع عشان يهربوا. بعد كام صباح ثورن صحي على حد بيشاور على كتفه. اكتشف إنهم الغرباء، فصح أولاده وحاولوا يجروا، لكن الرجالة حصروهم ومنعوهم يمشوا. ثورن جري يحمي أولاده وخايف لأنه مش فاهم لغة الناس دي. هو نياندرتال وهم هومو سابينز. واحد من الغرباء اتكلم معاهم بلطف وعمل إشارات إنه بيعرض عليهم أكل. ثورن ولارك وافقوا يجربوا اللحمة المجففة وابتسموا لما فهموا أخيرا إن المجموعة نيتها كويسة. لما الغرباء مشيوا، لارك عايز يمشي معاهم. بعد شوية تردد ثورن وافق. لما المجموعة وقفت عشان تخيم، ثورن حس إنه محرج شوية وقرر يعزف على الفلوت الصغير بتاعه عشان يشغل نفسه. الباقيين طلبوا منه يعلمهم، وكلهم حبوا الموسيقى، وده خلى ثورن يحس إنه مرحب بيه أكتر. بعد كام يوم وصلوا لقرية من الهومو سيبينز، والناس هناك كانوا فرحانين يرحبوا بثورن وعيلته. قدروا يستقروا بسرعة وحسوا بالراحة في المجتمع الجديد. ثورن حتى حب يلعب مع العيال. لما لارك كبرت اتجوزت الراجل اللي أنقذهم. الاتنين الأب والأم باركولهم وكل الناس احتفلوا بزواجهم. في 2025 كلاير وزميلها جريج كانوا بيحاولوا يعملوا حاجة مش نظيفة، بس الموضوع ممشيش كويس. اكتشفوا إنهم سكرانين زيادة ومش قادرين يعملوا كده وقرروا يبطلوا. جريج كان عايز ينام، بس كلاير طردته من شقتها. لما سألها لو ممكن يعملوا كده في وقت تاني رفضت وادعت إنها رايحة الشغل. بعد ما جريج مشي، كلاير اعتنت بنفسها بلعبة. تاني يوم الصبح في جامعة برينستون، كلاير راحت الشغل. باعتبارها أنثروبولوجية كان عندها فرصة تدرس هيكل عظمي لإنسان نياندرتال. جالها رسالة من جريج بس تجاهلتها. وقت الغدا شافت جريج ماشي قريب منها وخدت طريق تاني علشان تتجنبه. كلير كلمت أمها في التليفون وشاركتها حماسها للشغل الجديد. في فرصة تنشر ورقة علمية تكتشف فيها أصل البشرية ويمكن حتى تعالج السرطان. في المساء كلير أخيرا بتبعت رسالة لجريج برد محايد جدا. بعد شوية كلير بتجيلها مكالمة من أمها وهي في طريقها للشغل وبتقرر تتجاهلها. بعدين بتستلم رسالة من جريج بيسألها عن شغلها، فبترد عليه بسعادة وبيتكلموا شوية. بعد كده أمها بتتصل تاني. المرة دي بتتصدم لما تعرف إن أمها عندها سرطان وممكن ما يبقاش فاضل لها وقت كتير، فكلير بتنهار في الشارع. بالليل بتروح حفلة وتقابل جريج صدفة. بيروحوا شقته والمرة دي كلير بتوصل للنشوة. الموضوع ما بياخدش وقت طويل وكلير بتمشي على طول عشان عندها جيارة بدري. تاني يوم الصبح كلير بتوصل بيت أمها. بتعترف إنها حاسة بالعجز ومش عارفة تعمل إيه. بيروحوا سوا المستشفى وكلير بتضطر تشوف أمها وهي بتاخد العلاج. بالليل بتكلم جريج فيديو وهو بيكون مبسوط إنه يتكلم معاها حتى لو الوقت عنده نص الليل. بتحاول تخلي الكلام بينهم خفيف، لكن في الآخر بتنهار وبتقوله إن أمها بتموت. هو بيواسيها على قد ما يقدر.
لما كلير بترجع شغلها مش بتعرف تركز عشان أمها بتفضل تتصل بيها وبتوعدها إنها هتزورها تاني في الويك أند. بعدين بتقابل جريج وبعد شوية هزار بينهم بتقوله إنها ممكن تضطر تسيب شغلها عشان تبقى مع أمها. هي متدمرة من فكرة إنها ممكن تضطر تودع شغل كان هيغير حياتها. بعد ساعة كلير عندها اجتماع مع العميد وبتستقيل رسمياً. بتسيب البلد بعد ما بعتت لجريج رسالة بس. في الطيارة مش قادرة تبطل عياط. بعد كام يوم كلير بتتصل بجريج علشان يدعمها لأن أمها حالتها وحشة جدا وهي مش قادرة تبطل تفكر إنها عمرها ما هترجع أمريكا، فخايفة علاقتهم مش هتكمل، بس جريج عنده أمل في مستقبلهم سوا. بعد شوية كلير بتموت أخيرا وكلير بتتصل بجريج تاني علشان يدعمها. تاني يوم كلير بتحاول تكلمه بس هو عنده شغل فبيقفل المكالمة دلوقتي. في الآخر هو بيتصل بيها بس هي مشغولة فبتقفل على طول. بالليل بتبعت له رسالة وهو بيتعشى مع أصحابه ومش عارف يعمل إيه. بعد أسابيع الاتنين بيتكلموا فيديو وكلير بتقول إنهم قضوا وقت بعيد عن بعض أكتر من اللي قضوه سوا. بتبدأ تفضفض وتقول إنها مش قادرة تكمل كده وفجأة بتقول من غير ما تقصد إنها بتحبه. جريج بيلاقي الموضوع مضحك وبيقول لها إنه كمان بيحبها بس كلير لسه متضايقة. بعد فترة جريج بيجي يعيش مع كلير. بتقوله إنها قدرت تقنع الجامعة تسيبه يكمل البحث من البيت. جريج بيفاجئها بعقد معمول من الحاجة الصغيرة اللي الهيكل العظمي اللي كانت بتدرسه كان ماسكها. كلير بتحب العقد وبتبوسه عشانه بس في نفس الوقت عارفة إنه كان غلط جدا تسرق الحاجة دي، فهي عندها مشاعر مختلطة. في أجازة 2029 الاتنين ناموا ليلة راس السنة وصحيوا بس لما سمعوا جيرانهم بيحتفلوا الساعة 12. كلير اللي حامل جدا بتسأل لو المفروض ينقلوا من البيت عشان البيت ده عايش في الماضي، لكن جريج عجبه المكان. بعدين كلير بتسأل لو تقدم على وظيفة أستاذة جامعية وواضح إنها متوترة، فجريج بيقول لها يروحوا يناموا دلوقتي. كلير بتطمن على ابنها الأول وبتعترف إنها مش متأكدة تاخد الشغل ولا لأ عشان هتبعدها عن العيلة. لما الاتنين خدوا العيال للمتحف لقوا ناي ثورن معروض هناك وفن نياندرتال كمان شكله زيه، وده معناه إن الهيكل العظمي كان هو وكلير والسلسلة بتاعت كلير كانت هارا. المرشد قال إن نياندرتال مش أذكية لكن كلير وابنها صححوه على طول وإشاروا عن الناي كدليل. بعد ما المرشد مشي كلير فكرت ابنها بأهمية الوحدة وقالت له إن نياندرتال والهومو سيبينز كونوا عائلات مع بعض. في المستقبل البعيد الطيارة اللي عمرها طويل كلي بتصحى في سفينة فضاء متطورة جدا. بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي المساعد بتاعها روسكو وهي بتتمرن وبتسأله إذا كانوا وصلوا ولا لأ. هم مسافرين بقالهم 210 سنة ولسه قدامهم 126 سنة. كلي قالت جودكا بس كانت حاسة بوحدة شديدة. بعد ما عملت شوية تصليحات كلير اتغدت. كل الأكل كان عبارة عن بيوريه لأكلات كلاسيكية. وهم بياكلوا كلير بتلعب في الشاشة اللي على الترابيزة وبتتكلم عن تباطؤ السفينة وقت الاصطدام. روسكو بيقول لها إن ده شغله وبيقلق على حالتها النفسية خصوصاً لأن كلير مش بتنام كويس. بعدين كلير بتبص على زرعها وبتسأل إذا كانوا بياخدوا مية كفاية. روسكو بيكشف على الطين وبيأكد إنهم بياخدوا كفاية. بس بعد كام دقيقة روسكو بيعلن إن مستوى الأكسجين قل 1%. كلير بتبص على الزرع في الصوبة وبتكتشف إن في شوية منهم عيانين. لازم يعقموا الصوبة وياخدوا عينات عشان يلاقوا الملوث مع إنه المفروض مفيش حاجة زي كده. بعد كام ساعة إزالة الزرع العيان أدى لخسارة 4.5% من الكتلة المنتجة. كلير اتضايقت جدا من ده وبتتمنى تسمع حاجة تفرحها، فروسكو فاجئها بنكتة مضحكة. وهم بيعملوا التحاليل كلير سألت روسكو عن نسبة الخطأ المقبولة. روسكو شرح إن خسارة أكتر من 6% من الزرع يعني فشل المهمة، وكلير ما قدرتش تمنع نفسها من الضحك على الإحساس بالهلاك. هم خسروا بالفعل 5%، يعني لازم تلاقي مصدر العدوى وتوقفها بسرعة. بعد شوية ساعات الوضع ما تحسنش. روسكو سألها إحساسها وهي بتفكر في الموت بس كلير مش عايزة تتكلم عن الموضوع ده. قالت لروسكو يطفي كل الأجهزة الكهربائية اللي مش ضرورية عشان يوفروا في استهلاك الأكسجين حتى لو الفرق هيبقى بسيط. النور اتطفى وكلير كملت شغلها بالكشاف. بعد كده روسكو بيحاول يتفلسف عن عقل الإنسان بس بيتقاطع لما بيجيله تنبيه عن تركيبة لمضاد فيروسات. بعد شوية بيرشوا مضاد على النباتات لكن للأسف مش بيشتغل. كلير بتقفل الشاشة مش قادرة تبص على الأرقام اللي بتدل على الكارثة أكتر. بعد ما فكرت في الوضع شوية جالها فكرة. بما إنهم مش عارفين أنهي نبات هو اللي فيه الفيروس يبقى لازم يتخلصوا كلهم، وأول ما الأكسجين يبقى نظيف تاني يزرعوا نباتات جديدة. روسكو بيقول إن قتل كل النباتات هيخلي السفينة من غير أكسجين كفاية وده هيأثر على أجنة البشر اللي معاهم. كلير بتدرك إنها بتستهلك 98% من الأكسجين فبتقول إنها لازم تضحي بنفسها وتسيب روسكو ياخد الأطفال للكوكب الجديد وهناك الروبوتات ممكن تعمل كل الشغل. روسكو مش مقتنع إن الذكاء الاصطناعي يقدر يربي أطفال وعايز يدور على طرق عشان ينتج أكسجين أكتر بدل كده.
هيضطر يعمل شوية حسابات عشان يشوف لو ممكن يعملوا صوبة احتياطية. بعد شوية روسكو بيقول إنهم ممكن يحطوا الصوبة التانية في مكان الكمبيوتر، ممكن يحولوا الجهاز الرئيسي لنباتات باستخدام الطحالب اللي على السفينة. ده هيوصل الأكسجين مباشرة لنظام دعم الحياة. كلي بتقول إن ده هيبوظ الذكاء الصناعي للأبد، بس روسكو شايف إن أحسن استخدام. روسكو وافق يعمل محاكاة علشان يشوف مين فيهم عنده فرصة أكبر يكمل المهمة. تاني يوم الصبح روسكو قال لكلي إنه مش هيقدر يعمل المحاكاة لأنه مش قادر يتوقع تصرفاتها. كلي ما صدقتش الكلام ده وأصرت إنه يوريها النتيجة الحقيقية. كلي عندها فرص أكتر تكمل المهمة، ولما طلبت تشوف الحسابات روسكو ما كانش عايز يوريها. بعدين كلي شافت المحاكاة بنفسها واكتشفت إن الفرق بس 2/10%. رجعت حسبت الأرقام تاني ولاحظت إن في عامل حظ في صفها. روسكو شرح لها إن البشر عندهم عامل معين مرتبط بالإبداع والحظ، وده صعب عليه يحسبه. ولما ما كانش قدامها حل تاني كلي جابت الكتالوج وبدأت تدور على طريقة تطفي بيها روسكو. استخدمت أدوات وفتحت لوحة في الحيطة ولقت وحدة الكمبيوتر الرئيسية. روسكو قال لها على الدراع اللي على المنصة وطمنها إن ده مش هيأذيه. ولما كلي سألته لو عنده أي كلام أخير روسكو طلب منها تعتني بالأطفال كويس. كلي قالت إن روسكو كان صديقها الوحيد وعيطت وهي بتشد الدراع وتقفل الذكاء الصناعي. تاني يوم الصبح كلي حست بوحدة أكتر من العادي علشان روسكو مش موجود يدردش معاها، بس ده ما وقفهاش عن شغلها في تحويل أوضة الكمبيوتر لبيت زرع جديد. النباتات بدأت تطلع بسرعة هناك، وبعد أسابيع الأكسجين في الأوضة دي بقى نظيف 100%. ولما بقت جاهزة تكمل كلي رجعت للكتالوج تاني علشان تقرأ عن الأرحام الصناعية. الموضوع معقد جدا، بس هي بتقدر تجهز واحدة في الحضانة. للأسف التجربة بتفشل بعد كام ساعة. كلي بترفض تستسلم وبتكمل أبحاثها وبتجرب التجربة تاني وتالت. بعد محاولات كتير فاشلة كلي أخيرا بتنجح وتعمل بيبي وبتسميه في. لما في بيكبر شوية كلي بتحكي لها إزاي الأرض كانت بتموت وعشان كده عملوا السفينة دي عشان يبدأوا حضارة جديدة على كوكب جديد. وبتقول لها كمان إن عشان الخطة دي تنجح كل اللي على السفينة دي اتغير DNA بتاعهم. البيبيهات بتكبر بسرعة جدا عشان يقدروا يعمروا الكوكب بسرعة، بس كلي بتكبر ببطء جدا عشان تقدر تكمل المهمة. هي استثناء من القاعدة عشان البني آدمين اكتشفوا إن العيشة للأبد مش فكرة كويسة. ساعتها بتبان العلاقة بين الثلاث قصص. ثورن بيعلم الجيل الجديد إزاي يولع نار، كلير بتنقل معرفتها لولادها وبتشجع جريج إنه يكون أب أحسن لما بتخليه يتكلم مع ابنهم لما يلاقوا أفلام مش كويسة على التابلت بتاع العيلة. كلي بتعمل كمان بيبيين وبتعلم في إزاي تهتم بيهم عشان عمرها ما تحس بالوحدة. بيراعوا النباتات في أوضة الكمبيوتر مع بعض وكل مرة يدخلوا يقولوا شكرا يا روسكو. كمان بتخلي في تعمل آلاف المحاكاة كل يوم عشان لو حصلت أزمة. في بتكره المحاكاة دي عشان كتير منها بيفشل، فكلي بتتكلم معاها بجدية. لو في يوم حصل لها حاجة في لازم تكون جاهزة تمسك مكانها وتحارب عشان طاقم السفينة ينجو. في الماضي لارك بتولد طفلها، ولما الطفل ده يكبر كفاية السلسلة بتتسلم له. في الليلة دي ثورن بيرتاح جنب النار ويموت بسلام وهو عارف إن عيلته في أمان. ولما العيلة بتدفنه بيضيفوا بصمة إيد تانية على الحيطة ويحطوا السلسلة في إيده. في الحاضر كلير وجريج بيسمعوا ابنهم الكبير بيتكلم عن علم جديد اسمه الأكسير اللي هيساعد الناس تعيش أطول. ورا الكواليس بيسيبوا السلسلة له مع رسالة دعم، وهم راجعين البيت بيتكلموا عن الأكسير وبيوافقوا إنهم مش عايزين يعيشوا للأبد عشان ده بيخلي الحياة شكلها مش منطقي وإن وجود نهاية بيديها معنى. ولما كلير تموت من كبر السن ولادها بيعيطوا جنب سريرها. في المستقبل الجرس بيرن والمركبة الفضائية بتتهز لحد ما توصل أخيرا للكوكب الجديد. كلي بتلبس البدلة عشان هي اللي هتكون مسؤولة عن الاستكشاف. قبل ما تمشي بتفتح درج وتطلع السلسلة وبتديها لفي كعلامة إنها بتسلمها المسؤولية. المركبة بتتفتح وكلي بتنزل على أرض مليانة ورد. بعد سنين كتير البشرية أخيرا بنت مجتمع جديد. في كبرت بسرعة جدا لدرجة إنها ماتت من كبر السن قبل كلي واندفنت بالسلسلة. كلي رجعت للمركبة القديمة وانهارت عشان مفيش أب أو أم المفروض يشوفوا ولادهم بيموتوا. ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان تشوف فيديوهات أكتر زي دي. شكرا على المشاهدة.